اليمني فزع مع السعودي فزعة ما ينساها له، ونشهد انهم رجال عيال رجال احرار اليمنيين، قسم بالله انهم احرار. اليمني فزع مع السعودي فزعة ما ينساها له، ونشهد انهم رجال عيال رجال احرار اليمنيين، قسم بالله انهم احرار. لكن وش سوى له السعودي بعد هالفزعة؟ اهلا وسهلا، وقبل كل شيء نصلي ونسلم على نبينا شفيعنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. السعودي ذا مر محطة بنزين، خلاص بنزينه قد هو صفر، ما عاد يمشيه ولا كيلو واحد. يوم وقف قال كم؟ اليمني عامل محطة قال له فلل الموتر، يفلل الموتر. يوم فلله له الحساب 180 ريال. يوم خلص قال السعودي اسمع يا ذيبان، ما بعد جات البطاقات في الجوالات الحين ابل باي وكذا. قال فلوس في بيتي، ولا معي صرافة ولا معي شيء. معك حلين، يا أعطيك جوالي وتمسكه لين أرجع لك بفلوسك، ولا تسمح لي يبي لي نص ساعة ولا ساعة آخذ فلوسك وارجع لك. قال له بالله الله يستر عليك وجب دراهمك متى ما جيت. استانس السعودي بموقف هذا الرجل، يعرف أنه محاسب على الريال ولا هو بيعطي من حلاله. قال بيض الله وجهك، و180 ريال يعني يمكن ربع أو ربع راتب المسكين هذا، ولا 10 ولا جزء كبير من راتبه، ما هو بسيط، وبيدفع اليمني لو ما جاب السعودي. راح السعودي واستانس موقف هذا الرجل، يقول واخذ صرافتي من بيتي واروح الماكينه وادق 500 ريال واسحبها واجي. يقول يوم جيته قلت سم، قال بصرفها وارجع لك. قال لا ترجع شيء، ال 180 حسابك حق البنزين والباقي صحة راسك. قال لا ما يصير، مبلغ كثير. قال والله انك تستاهل. يقول شوي تأثر اليمني، قال وش فيك؟ قال انا راتبي خلص ووالدتي معي هنا وطلبتني 500 ريال اليوم، وانا مقهور واتجرع القهر، ما عندي هالمبلغ اعطيه امي، واخوياي معي سولف معهم. يقول ايش بتسوي انت الحين؟ ما معك شيء وتجملت مع هذا السعودي. يوم قلت له رح، قال لا وجهه طيب يرجع. فانا الحين مبسوط ومسرور ان الله يسر هذه ال 500 اللي بيعطيها والدتي. بيض الله وجهك وجمل الله حالك. قال انت تستاهل وسويت موقف قليل يسويه في هالوقت. يقول اعطاه وراح. يقول راح السعودي الى بيته، ويوم جاء وسولف لامه عن الموقف اليمني. قالت سوى معك السواه ذي؟ قال لي والله، واني اعطيته وكان مبسوط لان امه محتاجه 500 وطلبته وقال ابشري لكن ما معه. قالت اسمع، قال نعم. قالت هذه صرافتي، روح للصرافه الحين واسحب 5000 ريال وعطها له. قسم بالله يا رجال اللي بارف امه وموقفه معك انه حر بن حر، وانه يستاهل كل خير، وان هذا الرزق مكتوب له. يقول والله هو استانس. تقول انها صادقه يمه؟ قالت بالله صادقه. ويروح الرجال ويسحب 5000 ويحصل عند اخوياه. قال يا لجودي انت علمك طيب، وهذه 5000 ريال ترى ما هم مني. قلت القصه لوالدتي وقالت بار الوالدين يستاهل، وهذه 5000 ريال من الوالده. يقول استانس. يقول والدتي اصلا لها فتره مجرى عليها عمليه ومحتاجه مبلغ قريب من هالمبلغ اللي يكفي عمليتها. سبحان الله العظيم، المنفقون شوف كيف يتنافسون على الفزعه الطيبه وعلى الانفاق في الله سبحانه وتعالى، يدورون ما عند الله سبحانه وتعالى وياخذه ويستانس هذا اليمني. وقال بيض الله وجهك، ويدعي له ويدعي والدته. هذا موقف ما هو غريب لا على اليمني ولا على السعودي ولا على يعني امهاتنا ووالداتنا الله يحفظهم ويبارك فيهم. لكن الانفاق انك تنفق شيء لله سبحانه وتعالى ما تبغى فيه الا وجه الله سبحانه وتعالى. انت تتوقع ال 500 اللي اعطاها اليمني ولا ال 5000 اللي اعطتها الوالده اليمني انها له؟ لا، لله سبحانه. هم اعطوا يبون وجه الله سبحانه وتعالى، يدورون ما عند الله، لانهم يدرون ومتاكدين ان الله بيضاعفها لهم برزاق بخيرات، بيدفع عنهم بلاوي ومصايب، طولة عمر، صحة وعافية وأجور في الدنيا وفي الآخرة. يا أخوان ترى احنا مقصرين في موضوع الإنفاق في سبيل الله والصدقات، تراها عظيمة تقي مسارع السوء ومنها رزاق وخيرات وبركات. كيف لو أنت أنفقت وتصدقت على من هو في حاجة ماسة جدا؟ فيه أسر في مكة المكرمة وحنا مقبلين على رمضان ما عندهم الأكل البسيط اللي احنا ناكل أشكال والوان فيه. 400 أسرة وأكثر، فيهم الأرامل وكبار السن والأيتام والعاجزين، ما عندهم دقيق، رز، دجاج، زيت، ملح، مكرونة، الأشياء هذه كلها. تخيل ب 400 ريال تتصدق على أسرة
تكفلهم شهر رمضان كامل. مثل ما علمتك بركة الزمان خير الشهور شهر رمضان، وبركة المكان في أطهر بقعة في مكة المكرمة، وفيها تفطير صائمين، والرسول كما قال اللهم صل وسلم عليه من فطر صائما فله مثل أجره. والحاجة الرابعة طعام الطعام، وخيركم من أطعم الطعام كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل الأسر هذه اللي أنت بتتصدق وتساهم في سلة رمضانية تكفيهم شهر، دعوات منهم وهم في ساعة استجابة، وش ممكن تنفعك هالدعوات؟ والله يمكن تغير بوصلة حياتك كلها 180 درجة. انفقوا تراكم الله المحتاجين أنتم. مبلغ بسيط بيضيع في بقالة، في كافي، في سوق، في أي شيء. سلة ب 400 ريال تقدر ب100 200 300 بالمبلغ اللي أنت تستطيعه. أسأل الله لا يحرمكم الأجر. كيف يا فالح نساهم؟ في حسابي هنا في التيك توك في البايو في شيء ممكن تضغطونه، ما أقدر أذكره عشان خصوصية البرنامج، مجرد تضغطونه تطلع لكم هذه الخاصية اللي ممكن تساهمون فيها. أسأل الله لا يحرمكم الأجر. احرصوا، اللي ما يقدر ما يستطيع يشارك هذا المقطع، فالدال على الخير كفاعله. أسأل الله لا يحرمكم الأجر. إن شاء الله وفقت في سرد هذه القصة. أنا أخوكم فالح الشهراني، اللهم صل وسلم على رسول الله. استودعتكم الله. وفي نهاية الفيديو كما شاهدتم متابعينا الكرام، طبعا هذا مواطن سعودي بيتكلم عن كرم اليمن وشجاعتهم. طبعا اليمن معروفين ولا يحتاج لا هذا ولا غيره يتكلم عن اليمن، بس يا رجال حبيت انا اوصل لكم الفيديو لان عجبني الفيديو، وانا الفيديو الذي يعجبني انزل لكم. المهم اشتركوا بالقناة وفعلوا زر الاعجاب وانتظرونا في فيديو اخر.